المحاضره بتاعت النهارده في غايه المتعه يا صديقي الغالي. صل على النبي كده ويدوس لايك واشتراك وشير الفيديو عشان هنتعب وعايزين المحتوى ده يوصل. انت عارف طبعا يوم كنت قاعد على القهوه انا وشويه علماء، طلع عالم من العلماء، العالم ده شكله عامل كده. الراجل ده كان اسمه عمك الحاج مندل، وكان طالع له شعرتين كده. كان اسمه عمك الحاج اللي اسمه ايه؟ مندل. عمك ايه؟ مندل. عمك مندل ده قال ابو حميد انا بقالي فتره بفكر في حاجه غريبه جدا. بتقول يا صديقي؟ قال له بص يا ابو حميد انا بقالي فتره بقول ليه لون عيني شبه لون عين ابويا وشعري شبه لون شعر ابويا، بس ابويا ما بيعرفش يلعب كوره، ابويا ما بيعرفش يتكلم انجليزي، ابويا ما بيعرفش يمشي زي. قلت له حبيبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، بص يا عم مندل بطل هوسه ولم حاجتك وروح بيتك. جه تاني يوم جايب لي ورقه قد كده وكاتب عليها فوق علم الوراثه. انا بيني وبينك علم ووراثه، وكان بيقول حاجات امبارح مش مفهومه، فانا قلت شكل الراجل ده هيفلت مننا ويطلع من القهوه ويبقى عالم، وهو كان يا صديقي بقى عالم الوراثه. برضه كان ايه؟ قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فكرتش في الحاجات دي. ابو حميد انا عرفت افسر المقولات بتاعتي. قلت له ايه هي؟ قال لي اصلا وانا نايم بالليل شفت خير يا رب خير، شبح بيقول انا الصفات اللي انت وارثها، وشبح تاني بيقول انا الصفات اللي انت اكتسبتها. صحيت افطر وقمت مفزوع ومش عارف اعمل ايه، فقعدت افكر هو قال لي ايه صفات وارثها، يعني هي عباره عن صفات موروثه، والتاني قال لي انا الصفات اللي انت تكتسبها يعني هي صفات مكتسبه. قعدت افكر وارثها، لون شعري شبه لون شعر امي وشبه ابويا، وعين شبه عين امي، انا بلعب كوره وابويا لا، اتكلم انجليزي وابويا لا. قال لي بس انا فهمت الدنيا ماشيه ازاي يا ابو حميد، عرفت ان احنا عندنا صفات واخدينها وارثينها من ابائنا، وعندنا صفات احنا مكتسبينها. قلت له مش فاهم. قال لي تعالى الصفات الموروثه دي يا ابو حميد دي عباره يا صديقي عن صفات يرثها الابناء من الاباء، بينما يا ابو حميد الصفات الثانيه اللي هي الصفات المكتسبه دي صفات يا باشا يكتسبها الاشخاص من البيئه. قال لي انا بتكلم انجليزي عشان انا موجود في ايطاليا، انا بلعب كوره عشان بلعب في الشارع، لكن انا لون شعري شبه لون شعر ابويا عشان هو ابويا. قلت له بدات افهم. قلت له انا يعني الصفات الموروثه دي صفات تنتقل من جيل الى اخر. قال لي بالظبط. قلت له يعني الصفات المكتسبه دي صفات لا تنتقل من جيل الى اخر. قلت له قال لي اه. قلت له تمام بدات افهمك يا عم مندي. بحبها. قال لي انت بتحبها ليه؟ قلت له عشان طعمها حلو. قال لي ابو حميد انت بتحب البسله اكتر ولا اللحمه اكتر؟ قلت له بحب البسله باللحم.